تعالي اقول لك ازاي تقدري توفري من مصروف البيت مهما كانت ميزانيتك كتيره قليله. ان شاء الله هتطلعي موفره بشويه حاجات بسيطه لو عملتيهم. اوعدك ان انت تطلعي اخر الشهر معاكي مبلغ محترم. اول حاجه لازم تعمليها يكون عندك في التلاجة او في الفريزر كام كيس عصير كده في البيت بيكونوا ساطرين البيت. لو اي ضيف بقى جه وصل طب عليكي على غفله، طبعا ما تضطريش ان انت تصرفي عمال على بطال وتنزلي تجيبي ب 80 جنيه ازازتين حاجه ساعه او تجيبي ب 100 جنيه. فده طبعا هتكوني ساتره بيتك وقدمتي العصير المتاح عندك، وكمان حافظتي على فلوسك وما صرفتيش. من الحاجات المهمه قوي ان يكون عندك في التلاجة علبه جبنه وشويه بيض، دي اقل حاجه لو انت حتى كمان عندك اطفال. انا اصح يا بنات بيسدوا جوع اخر الليل، او اي حد مثلا جاع في وقت مثلا ما تبدايش تشتري له اي حاجه من بره، بتصرفي نفسك بقى باللي موجود عندك. بتعملي سندوتشات بيض وجبنه، بتعملي شويه بطاطس محمره، يعني بتمشي دنيتك وما بتضطريش ان انت تطلبي حاجه من بره. ولو الافكار عجبتك وعايزه افكار اكتر بكتير وعايزانا نوفر مع بعض وعايزاني انزلك افكار احسن بكتير من كده، ان ما تنسيش تعملي متابعه واشتركي في القناه. وكمان يا بنات صلوا على النبي في الكومنتات واعملوا قوليلي بقى لو انت مثلا عايزه توفري بتعملي ايه برضو في الكومنتات.